الوقفة اليوم، الوقفة اللي وقفوا احتجاجية اللي قاموا بها الأمهات اليوم الجمعة 20/9/2013، نظرا أن عام كامل حنايا كنتابعوا هذا الملف ديال المؤسسة اللي ما تحلش، اللي أطرقنا جميع أبواب المسؤولين هذه المدينة، ابتداء من نيابة التعليم. نيابة التعليم قالت أنها ما عندهاش إمكانيات مادية، أننا نحن استفدنا في 2010 من الإصلاحات اللي قامت بها النيابة في المؤسسة. ديك الساعة حالتنا على المبادرة الوطنية. حنا كنسألوا السيد النائب التعليم إذا كانت هذه المؤسسة استفدت في 2010، حنا عندنا مشكل هاجس أمني، أن السور ملي كنطلبوا شي حاجة كنطلبوا بالسور اللي كيحمي وكيأمن المدرسة. إذا فوقاش غنستافدوا؟ واش من 2000 واش 2010 واش 2020 2030 2040 فوقاش غنستافدوا حنايا من الإصلاحات؟ حالنا على المبادرة، فعلا حالنا على المبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. تبعنا هذا الملف طول السنة. في الدورة الأولية ما دزناش في مغوغة، ولكن دوزنا في الدورة الثانية في مغوغة، وحالونا على اللجنة الإقليمية اللي كتدوز في النيابة اللي كيترأسها السيد الوالي ديال المدينة. المفاجأة اللي تفاجئنا أن هاد اللجنة الإقليمية ما دوزتناش الملف ديالنا، ملف ديال السور، لأن قالت النيابة التعليم عندها فلوس ديالها وعندها الشيء ديالها، هي اللي كتحمل المسؤولية ديال البناء داخل المؤسسات التعليمية. ولهذا كنتسألوا لماذا قازت مدرسة ديال خالد بن الوليد ومدرسة العيون، هما جوج من هذوك مدارس وتابعين مقاطعة مغوغة، واش هذوك مدارس وهذه ماشي مدرسة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أن أطرقنا جميع الأبواب، أن الجماعة الحضرية وعدنا العمدة المدينة أنه غيجتمع معنا حل بمحسنين أو التطوع، وكان قال أن السيد الوالي وفر له شي إمكانيات مادية أنه هو يقدر يساهم معنا باش نصلحوا هذا الشيء. هذا الشيء ما تصلحش. يعني كاين الجماعة الحضرية، أطرقنا أبواب الجماعة الحضرية، الولاية، ولاية الأمن، والي جهة طنجة، الأمن ديال بني مكادة، أن هادشي كيتفاقم. هاد الدخول المدرسي كنا نعملوه العام كامل بالمراسلات وكتابات وتتبع. كنا كنستنكروا المحيط ديال المؤسسه فيه الشمكريه، ان كيدخلوا يسرقوا لنا بعض ممتلكات المؤسسه. لكن الان الكارثه هذه السنه الدراسيه هذه 2013 2014 بعد خطاب الملكي الاخير كنوجدوا راسنا امام مشكل ان المدمنين ساكنين داخل المؤسسه واحد السكن عشوائي، كان سكن ديال الحارس السابق. هذاك السكن ما يمكنش يتصوروا ان يكون شي واحد يكون ديك السكن داخل مؤسسه تعليميه، والحين ان المدمنين كيدخلوا المؤسسه اثناء الدراسه وكيتهجموا على الفضاء الداخلي ديال المدرسه كامله، اثناء الدراسه. ومؤخرا كيحتلوا لنا الطواليطات، ودابا وكيحتلوا لنا الطواليطات. جات هذه الوقفه، جاوا المسؤولين اليوم عطاونا مجموعه ديال الوعود ووعدونا انها تكون وعود عمليه. جا قائد الدائره، جا مسؤول ديال النيابه، جا مسؤول الامن، جا قالنا نوفر لكم الامن والاشغال غتبدا غدا السبت. ولكن المفاجاه اللي تفاجئنا هي دابا خلال هذا الشيء هذا ان المدمنين دخلوا دابا القسم على التلامذ خرجوا في واحد حاله رعب، والامهات في واحد حاله رعب. دابا حنا ما نقدروش نستمروا في الدراسه والاساتذه والتلاميذ عايشين في رعب، عايشين بشبح الشماكري بهذه اللغه هذه. ان التلميذ بدا كيخايل الشماكري في اي موضع وماشي خيال، واللي كيقول ان ما كيدخلوش الاقصى. دابا بشهاده المعلمين والمعلمات دخلوا القسم اثناء هذا اليوم هذا الاحتجاجي. الشماكري هو كيحتاج، هو خصو الفضاء ديالو يبقى فيه. ما عرفناش شنو غنعملوا، نخليو الفضاء واش نتلميذ واش نشمكه. ولهذا كنطلبوا جميع المسؤولين والمعنيين يتدخلوا تدخل عاجل لكي تستأنف الدراسه. يستحيل ان الدراسه غتستمر في غياب الامن داخل المؤسسه التعليميه، داخل المدرسه وخارج المدرسه. الامن وعدنا انها غتبقى دوريه، وعود. دابا الامهات غتوقف في الدراسه اليوم، ما غتستمرش في هذا الوضع هذا، لان ما بقاتش مجال ديال الدراسه وماشي فضاء امن. والى حين نشوفوا الاثنين شنو غيكون الجواب.
وتحيه، وكنطلبوا كل المسؤولين يسمعونا بشكل جدي وتكون مسائل عمليه وتحيه.